اشتغل بذكاء مش بمجهود. بتشتغل طول اليوم وتخلص اليوم وانت مش عارف عملت ايه اصلا. ساعات بتفتكر ان الشغل الكتير هو النجاح، بس الحقيقة لا، اللي بينجح فعلا هو اللي بيشتغل بذكاء مش بمجهود. الشغل بذكاء يعني تعرف تختار فين تحط مجهودك. يعني بدل ما تعمل 10 حاجات بسرعة، ركز على 3 اهم واشتغل عليهم صح. جرب تسأل نفسك كل يوم، ايه الحاجات اللي فعلا هتفرق لو خلصتها النهاردة؟ في ناس بتقعد 8 ساعات على اللابتوب بس بتنجز ساعتين بس. ليه؟ لأن التركيز راح والطاقة اتقسمت على حاجات ملهاش لازمة. جرب تعمل لستة فيها 3 أولويات بس كل يوم، وسيب الباقي لوقت لاحق. في أدوات بسيطة هتساعدك تشتغل بذكاء. استخدم طريقة البومودورو، 25 دقيقة تركيز زائد 5 دقائق راحة. استخدم تطبيق بسيط زي نوشن أو جوجل تاسكس. اشتغل على موسيقى خفيفة تساعدك تركز، بس أهم حاجة ابعد عن التشتت. الناس الناجحة مش أكتر تعب، هم أذكى في اختيار أولوياتهم. الشغل مش ماراثون، هو سباق تركيز. اشتغل على اللي فعلا يوصلك لهدفك، وساعتها هتحس ان كل تعبك بقى له معنى. تحدي اليوم الرابع، اختار 3 حاجات بس تشتغل عليهم النهاردة واكتبهم في الكومنت علشان نتحفز سوا. اشتغل بذكاء ووفر مجهودك للحاجات اللي فعلا تستاهل.